النجاة في حلاوة، لأننا نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير. لمين؟ مش لأي الناس، للذين يحبون الله. أيضا بنصلي من أجل كل وطننا العربي، بنصلي من أجل مصر. وأنا هرنم ترنيمة صعيدية عشان لما أنا صعيدي يبقى أقول مصر يبقى رنم صعيدي. بس بما أننا في بلاد الشام يعني وقريبين من العراق، احنا على الحدود، فرنم ترنيمة عراقية مع أني مش شايف عراقيين. أنا يعني هل في حد عراقي؟ الضوء مخليني مش شايف الناس، لكن في عراقيين هواية بيشوفونا على الساتلايت وراح يشوفونا على اليوتيوب. آمين آمين. أنا هقول نبذة صغيرة على الترنيمة اللي هقولها بالعراقي، لأن اللحن هو فوك ميوزك عراقي معروف، فيمكن تستغربوا أنا ليه بقوله. طبعا أنا ما كنتش أعرف، لكن أول مرة رحت العراق سنة 89 بالعراقي. فبعد الاجتماع ما خلص فجالي شاب وسيم كده وطويل بيقول لي أنا زعلان من عليك، زعلان من عندك. قلت له ليه يا أخي وأنت تعرفني ولا أعرفك؟ قال لا 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 كله ترانيم يعني مصري مصري مصري، ماكو عراقي. بالمناسبة عشان احنا في مصر يعني بس بنعرف مصري وخلاص، لكن عشان اديكم المفتاح بتاع اللغة العراقية، اكو يعني في، ماكو يعني ما فيش. فدي اللي تعبانة في مصر، يعني اكو ماكو، بس سهلة طبعا بالنسبة ليكم لانكم في امريكا هنا اخذتوا ثقافة يعني مشتركة. فقال لي ماكو ترنيم عراقي؟ قلت له ماكو، اللي عرفته قلته انا يعني. فمن حديثي معاه عرفت انه موسيقار. فقلت له ليه انت مدام انت موسيقار ما تعمل ترنيمة عراقي؟ انا اعجبت بهذا الشخص وبرده قال لي ما يرهم. طبعا برضو يرهم دي ما كنتش عارفها، يعني ما ينفعش. فقلت له ليه ما ينفعش؟ قال لي ما يصير، اني مال النايت كلاب بتاع النايت كلاب، ما يصير ليسوع يا هذا يا هذا، ما ينفعش الاثنين مع بعض. فانا قلت له طيب ليه ما تقبلش الرب يسوع مخلص شخصي لحياتك ويصير يرهم، يصير للرب يسوع؟ رد رائع، وتعلمت التعبير العراقي الحلو، الله كريم، يعني الله كريم فعلا. قبل الرب وحب يحكي اختباره لأنه كان جديد في الإيمان. علمني الترنيمة، كتبها لي. طبعا كالعادة عندنا في الصعيد ما تعجبهمش لغة القاهرة زي في مصر يعني، وفي القاهرة ما تعجبهمش لغة الصعيد. فكمان طلع ان في بغداد ما عجبتهمش اللغة بتاعت بغداد في البصرة، فراحوا قالوا لا نصلح لك اياها. فانا مش عارف بقى هي بصروية ولا بغدادية اللي لزقت في مخي. كلمات الترنيمة بيقول فيها الاخ اسمه ضياء، وهو على البالتوك اسمه ابو النور، بيخدم خدمة حلوة. يقول أدري بطريقي صعب، بيحكي اختباره، وتعثر بخطواتي، لكن إيماني أشد خلي يثمر بحياتي. وقالوا لي عن يسوع الماكو أحلى منه، خلصني من النار وخلى بقلبي جنة جنة جنة. يا ويلي على الخاطي شلون الأيام وياه، يظل يمشي بطريقة لعوج وظل حاير بدنياه، وما يدري عن يسوع الماكو أحلى منه، اللي خلصه من النار ويخلي بقلبه جنة. العدد الأخير بيقول وكل شيء بصبر اتحمل وظل فرحان وايا كتير، أتعب والتعب راحة،
مدام يسوع ويايا. مع القرار قالوا لي عن يسوع الماكو أحلى منه، خلصني من النار وخلى بقلبي جنة جنة. أدري بطريقي صعب وتعثر خطواتي، لكني ماني أشد وخلي يثمر بحياتي. قالوا لي عن يسوع ماكو أحلى منه، خلصني من النار خلى بقلبي جنة جنة جنة. قالوا لي عن يسوع ماكو أحلى منه، خلصني من النار خلى بقلبي جنة جنة جنة. يا ويلي عن خاطي شلون الأيام وياه، ظل يمشي بطريقة الأعوج وظل حاير بدنيا. ويلي عن خاطي شلون الأيام وياه، ظل يمشي بطريقة الأعوج وظل حاير بدنيا. ويل ما يدري عن يسوع ماكو أحلى منه، اللي خلصه من نار خلي بقلبه جنة جنة جنة. ما يدري عن يسوع ماكو أحلى منه، اللي خلصه من نار خلي بقلبه جنة جنة جنة. كل شي بصبر اتحمل وظل فرحان هواي، اتعب والتعب راحة مدام يسوع ويايا. كل شي بصبر اتحمل وظل فرحان هواي، اتعب والتعب راحة مدام يسوع ويايا. قالوا لي عن يسوع ماكو أحلى منه، خلصني من النار خلى بقلبي جنة جنة جنة. قالوا لي عن يسوع ماكو أحلى منه، خلصني من النار خلى بقلبي جنة جنة جنة. يا ويلي عن خاطي شلون الأيام وياه، ظل يمشي بطريقة الأعوج وظل حاير بدنيا. ويلي عن خاطي شلون الأيام وياه، ظل يمشي بطريقة الأعوج وظل حاير بدنيا. ويلي ما يدري عن يسوع ماكو أحلى منه، النار خلي بقلبه جنة جنة جنة. ما يدري عن يسوع ماكو أحلى منه، اللي خلصه من نار خلي بقلبه